لا أذكار الصباح ولا أذكار المساء ولا ورد من القرآن ولا مجلس علم ولا ذكر الله ولا قيام الليل ولا دعاء، ثم تشتكي لما هذا الضيق؟ لما لا أجد التوفيق؟ بالله. يقول الله في كتابه الكريم: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. طيب يجيني شخص يقول لي في ناس مقصرين في الصلاة لكن مرتاحين في الحياة، حياتهم زي المسطرة، لا هم ولا غم، متزوجين متوظفين وعندهم عيال، كيف كذا؟ في حاجة مهمة أنت لازم تعرفها. أول شيء أنت لازم تتفقه في دينك، لازم تعرف أنت إيش سبب وجودك في الحياة هذه، وإيش هي الابتلاءات اللي حتمر فيها في الحياة هذه. مو كل نعمة دليل رضا. أحيانا الله يعطي الإنسان وهو مقصر لكن كاختبار أو استدراج. فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. في ناس ربي مبتليهم بالراحة، وفي ناس ربي مبتليهم بالصعوبة، وكل شخص في الحياة هذه له اختبار مختلف عن الشخص الثاني. يقول الله في كتابه الكريم: ولا تمدن عينيك. لا تركز في حياة غيرك، ركز في حياتك. منهج رباني يعلمك ألا تقارن نفسك بالآخرين وبما آتاهم الله من فضله، لأن لكل منهم اختبار مختلف عن الشخص الثاني، وكل شخص له نصيبه الخاص، ما له دخل في الشخص الثاني. فإطلاق البصر إلى ما عند الآخرين هذا يعتبر إيش؟ يعتبر غفلة عما أعطاك الله من نعم. فربما هؤلاء محرومين أو مفتونين وإنت قاعد تركز في حياتهم. فركز في حياتك، بارك الله فيك.